لو قلت لك ان اكبر منافس للاهلي الموسم اللي فات ما كانش الزمالك ولا بيراميدز ولا حتى الترجي هتصدق؟ هقول لك اكبر منافس للاهلي كان ذاكره جمهوره. كل ما البطوله تضيع يطلع خبر يخلي الناس تنسى اللي حصل، وانا النهارده جاي افتح الالبوم من اوله. بدايتها بكاس العالم للانديه، الاهلي رجع بنقطتين واخر مشهد كان داخل فيه 4 تجوان قدام بورتو. الجمهور مستني رد فعل اللي في الملعب، وفجاه اخبار افتتاحات ومشروعات. هو المطلوب الناس تفتكر اصل الشريط ولا تفتكر اللي حصل في الملعب؟ نكمل الالبوم. كاس مصر، فريق المصريه للاتصالات من الدرجه الثانيه يخرج الاهلي من دور ال 32 في واحده من اكبر مفاجات البطوله. والغريب ان كل ما تلاقي الجمهور زعلان من بطوله ضاعت تلاقي فجاه خبر صفقه تقيله او اعلان كبير. انا مش ضد الصفقات، بالعكس، اي نادي كبير لازم يدعم فريقه، لكن ساعات المشهد بيبان وكأن رسالة انسوا اللي فات، بصوا على الصفقة الجديدة، وفجأة الناس كلها تنشغل باللاعب الجديد والبطولة اللي راحت تبقى في خبر قديم. طب وافريقيا، الترجي كسب الاهلي في رادس وبعدها دخل القاهرة وكمل المهمة وودعه من ربع النهائي، وبعدها اخبار رعاة ومشروعات واحتفالات. طب والبطولة اللي راحت دي يا جماعة؟ انسوا انسوا، بصوا الافتتاح. وفي الاخر الموسم خلص بالمركز الثالث، يعني كونفدرالية. انا مش ضد الاستثمار ولا ضد الصفقات، لكن اكبر رد على غضب الجمهور عمره ما كان ببيان ولا افتتاح ولا صفقة. اكبر رد هو بطولة تفرح جمهورك. السؤال بقى، هل اللي حصل اخر موسم مجرد صدفة ولا بقى في سيناريو بيتكرر كل ما بطولة تضيع؟ اكتب رأيك في الكومنتات وما تنساش تضغط لايك وفولو على الرايق. سلام.